وظللنا أيوة سميت الآن يختلف حتى لو لم أرك مجرد صوت أسمع. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. هنا أيضا الواحد ينتبه لله، طبعا ما أشرح فيها، لكن القارئ ينتبه لله حتى لا يفخم إذا كان يقرأ بغير وجه. نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا فتقول وما ظلمونا كانوا أنفسهم يظلمون. هذه التنبيهات انتبهوا لها، يعني لا تتركوها هنا تمشوا، وهي عامة لنا جميعا. انتبهوا لها وصححوا قراءتكم بناء عليها لتنقيب الحروف التي لا تفهم. هذا اعتداء على الحروف، فلا تعتدوا على الحروف، خاصة إذا أتى حرف مفخم مثل الضاء والطاء والضاد فانتبه لما قبلها، لا تفخم ما قبلها تبعا لتفخيمها، يعني استعدادا لتفخيمها تفخم ما قبلها. هذا نوع من الظلم والاعتداء. أما بعد والله زي ما يقول ابنك ما تظلم على نفسي وجعلت بينكم لا تظلم الحرف يا شيخ، هذا الحرف لا يستطيع ان يلزمك ان يعني يصرف في حق قومه، لكن نحن سندافع عنه. تفضل. الله يبارك فيك. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فانظروا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لو أنه استأنف وقولوا حطة المعنى سيتغير. لو أنه استأنف وقولوا حطة المعنى سيتغير نوعا ما، لأنه سيكون وقولوا حطة يعني كأنه ليس مما قيل له، يعني مع يعني دخول الباب، كأنه أمر آخر، يعني عطف أمر على أمر، ما أنه أمران قيل لهم بالقيام بها في نفس الوقت، لكنه أحسن في أنه ابتدأ من وراء ودخول الباب سجدا. نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أحسنت. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. تعيد كيف قرأت؟ هكذا يقرأ. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ازاي؟ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تطغوا في الأرض مفسدين. لاحظتم الصوت في ازاي؟ ليس هناك تحويل آخر في قول بعصاك الحجر. لأنه ما فهمت كلامك. لما كان يقال
وقف على بعصا الحجر. الحجر نعم. ثم استأنف فانفجر. أيوه. قلنا لو أن أحسن أن يعود فقلنا ماذا تقول؟ لما العود؟ لتعلق الانفجار على الطرف. معنى الكلام فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجر. ولو وقف هنا استأنف فانفجر. نعم لأن ما غير المعنى لكن هذا أولى. ما غير المعنى ولا يعني أفسد شيئا لكن هذا هو الأولى. كمل شيء. يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. بارك الله فيك. قال تستبدلون. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. انتبه للطاء لا تقول غضب وباءوا بغضب من الله. فهمت؟ بغضب لا تقول بغضب. وباءوا أين وصلت؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا من الله واللفظ في نظيره تدخل بغضب من الله. استأنف وباء. ما هذا المد يا شيخ؟ ها؟ هذا مد كاد أن يكون فوق الإشباع. وأنت عليك التوسط فقط 4 حركات تكفي. نعم. فباءوا بغضب من الله. طيب المهم أنت عرفت الخطأ صح؟ وعرفت التصويب. الآن قبل قليل أخطأت في الأول، صححنا لك صححت فأخطأت في الثاني، وصححنا لك الآن أخطأت في الأول. أنت الآن عرفت الخطأ وعرفت التصويب، هذا يحتاج إلى ضربة، يحتاج إلى تتمرن، يعني مرة واحدة لا تكفي، لكن مرة مرتين 3 و5 و10 إن شاء الله يثبت ويدوم ولا تحتاج إلى أن تعود إليه مرة أخرى. فلذلك قلت لكم هذه الملاحظات لا تتركوها هنا وتمشوا، كل واحد منكم بل كان لكم أن تدونوها، يعني الخطأ في الغلط مثلا ال أو النون إذا أتى يعني بعدهما حرف الإظهار مثل العين مثل الخاء مثل الهاء مثل العالمين الخالق ومثل هذه يعني تفخيم الحروف التي أتت أو التي تأتي قبل حروف التفخيم. وما ظلمونا تفخيم هذه الألف مثل هذه الأشياء، والاستعانة بالشفتين على إظهار التفخيم عند الحروف المفخمة. مثل هذه الأشياء انتبهوا لها، هي أشياء خفيفة يعني لا تأخذ منكم جهدا كبيرا، لكن يعني عدم الانتباه يؤديك إلى الخطأ فيها، وهذا الخطأ ينقص من حسن أدائك، وأنتم أهل التخصص، والمتخصص ينبغي أن يتم أداؤه. نعم. ذلك فصل. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. بغير الغير أيضا بغير لا تقول بغير في فرق. غاء يختلف عن غاء.
شفت الشفق؟ بغير الحق، لا تقول حق، هذا خطأ. بغير الحق. نعم. ويقتلون، استأنف من هنا. ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أحسنت. أنت لا شيء. تفضل. مستمع؟ نعم. ممكن أن أحاول. طيب تفضل. دكتور عندي سؤال. تفضل. الذي فعله الآن ذلك بما عصوا وكان عصوا. لا، هو نفس الملاحظة، يعني الصاد استعمل فيها الشفة. عصوا وكانوا، الشفة تأتي على الواو فقط، لأن الواو من حروف الشفتين. عصوا لا تقول عصوا، تجمع الصاد والواو عند الشفة. انتبه لها، هذا الخطأ يرد على الحروف الفخمة، وهي كم؟ هي قليلة، هي 7. حروف الاستعلاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويستأنف على ولا خوف عليه فلا حرج، لكن هذا أكمل، الذي فعله أكمل. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وأنك رجعت على خذوا مكان أكمل وأولى. خذوا ما آتيناكم بقوة لعلكم تتقون. ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أصبر تبارك الله، هذا شيء من نفس الآية. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هنا أيضا ملاحظة ينتبه للحروف المضمومة. الحرف المضموم قبل أن يكون الشرع عليه. مثلا لكنتم، لا تقل لكنتم، لابد أن تضم اسم الحركة إيش؟ الضم. لابد من ضم شفتين. لكنتم، لكن الضم يكون على الكاف، على الحرف المضموم. أما النون فتعيد شفتين. لكنتم
بعض الناس لما يقرأون يعني الشفتان تبقيان على نفس الهاء أو مقصودة أو مفتوحة، لكن الأمر ليس على ذلك، الأمر يختلف. يعني إذا كان الحرف مفتوح فلا بد أن تفتح شفتين، لا تقول فا فا و، لا تقول و هذه الحركة غير موجودة في العربية. ما في، إنه أ وإي و والسكون. يعني خليك عن الإمام والتقديم إلى ذلك، هذه أشياء أخرى زائدة، لكن هذه أصل هذه الحركات الموجودة، الفتحة والكسرة والسكون. أ إي و، ولا تقول كلها هذا خطأ، انتبهوا له. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. حتى إذا التاء لكنتم واضح؟ واضح. فلولا فضل الله عليكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الآن ظهر قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولا تقول خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شرطين من هذا الحرف هو نفس الملاحظة التي ذكرناها إلى آخره. الخاسرين، ولا تقول الخاسرين. شوف حرف، يعني شرطين لا تنضمان. الخاسرين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتتخذنا هزوا. ماذا لم تفعل؟ الذال ما أتيت الضم على الذال. أتتخذنا ضم الذال شيء. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني أن الاستهزاء بالناس جهل. لما اتهم موسى عليه السلام بالاستهزاء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني هذا جهل. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ويستعرف أنها بقرة صفراء فاقع لونها. هو الأول، لكن هذا الآن صفراء وفاقع لونها. الوقت هنا جيد، لأن هنا تمام، يعني تمام المعنى.
لأن تصور الناظر هنا ترى تعريف هذا يعود على كثير ها؟ يعود على كثير من الأشياء. على البقرة على البقرة لكن يسمع هذا أو مرة واحدة مثلا ما يدرك الآن يسمعون يقرأ تصور الناظر قد يظن شيئا آخر. لا نفس أنه يستأنف هنا يعني الوقف على فاقع لونها وقف مناسب لا حرج فيه، لكن الأولى أنك تعود إليه. أين استأنف؟ ويستأذن إنها بقرة صفراء فاقع اللون. فاقية ماذا للون أو فاقية صفراء وفاقية لونها تشبه الناظرين أو لونها فاقع. لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا الله، نعم. لكن قال هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ولم يأتي بالبسملة. نعم. بداية الكلام هو لفظ الجلالة؟ طب هنا لا نعد إن الله ليس الله. قال إن الله ليس الله لكن إن الله والله هذا يعني معنى واحد. لا ليس الله لأن الله إذا جاء إن الله والله الكل يعني يتحدث عن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله. في فرق. في المعنى في فرق في فرق. ولكن الأفضل أن يأتي بالبسملة. الأفضل أن يأتي بالبسملة. نعم. الأفضل تأتي بالبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يضرب لا تجعل الضاد كالقلقلة من حروف الاستفهام. اضبطوا. يضرب لا تتركوا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا لا تقول يضرب. فهمت؟ اللسان يكون مرتفع ثم ربا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أين الوقف التام؟ أين القبيح؟ أتى الآن؟ هنا وقف. أنا قلت وقف قبيح تأتي بالقبيح والكافر. فيقولون ماذا أراد الله. لا تقرأ. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما
الذين كفروا هذا وقف ماذا؟ أني جمعت بين الذين آمنوا والذين كفروا في ماذا؟ جمعت أو في ماذا؟ في العلم لأن هذا إذا قيل فأما الذين كفروا فأما الذين جمعت أو في حكم واحد؟ لا. نعم فقط. نعم تابع. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يدل بكذا ما حكم هذا الوقف؟ بيهدي به كثيرا لا وقف تام. واللفظ الذي بعده لا يتعلق به. وقف كافي. وقف كافي. نعم. لماذا؟ لأنه تعلق بما بعده. الآن الذي يلي الاسم فيعقوب جل يعقوب. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك يكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا بالوقف الكافي والقبيح. وقف الكافي. نعم. نقول له الوقف التام والحسن والكافي كلها يتم المعنى. المعنى التام والمعنى التام والمعنى التام. والفرق أن التام الوقف التام لا يتعلق لفظا لا لفظا ولا معنى. والكافي الكافي معنى أو لفظا يتعلق بمعنى لا لفظا لا يتعلق به. والحسن 2 معنى. نعم. الآن هات بالكافي. الكافي. نعم. يعني الكافي هنا اقرأ نور التطبيق. ثم
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف نتقدم؟ كيف تكفرون؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم هكذا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. نعم. أين الوقف الكافي؟ هنا فأحياكم المعنى تعالى واللفظ يتعلق به. نعم تعالى. لا تعمل النهاية. ثم يميتكم ثم الابتداء به الابتداء جيد. ممكن تبدأ به. ممكن أبدأ لأنني اللفظ كافي. اللفظ يتعلق بما بعده. إذا كان اللفظ يتعلق بما بعده إذا اللفظ ترجع. في لفظ كافي. هنا كافي أو حسن. الوقت الكافي والحسن إذا كان اللفظ يتعلق به لا بد ترجع حتى تربط اللفظ باللفظ. مثلا هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذا اللفظ يتعلق بما بعده. إذا اللفظ ترجع أيوة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم لأنه يتعلق به. فهمت؟ والبيت فيه سوري وقليل، كل هذه المواقف حسن ممكن تقول، ولكن كيف يكون الابتداء لا بد ترجع تربط به. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه يرجعون. نعم تعالى. لا انتهى تابع الآن. هو الذي انتهى السؤال. هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الأحسن ما تقرأ ثم استوى إلى السماء. الآن الذي يليه من؟ الاسم أبو بكر الصديق قال نعم أبو بكر الصديق قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما حكم هذا الوقت؟ اضطراري. هذا وضع قبيح. أعد الآن. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن
بحمده. أو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح. هذا قبيح؟ لا اتركوه. هذا وقف قبيح؟ لا. وقف تام؟ وقف تام؟ إذا ما وقف هذا الوقف. وقف كافي؟ لا اتركوه. لا يكون هكذا عشوائية لا يعود الله. نعم. ونحن نسبح. ونحن نسبح. ونحن نسبح. تسبحون ماذا؟ يسبحون ماذا؟ نسبح بحمده. نعم. هذا الوقف. وقف؟ لا ليس الجواب ولا الجواب اختياري. نريد ان نبين هنا حكم هذا الوقف. ونحن نسبح بحمدك. ونحن نسبح. ونحن نسبح. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نسبح. حسن. وقف حسن. هل تم المعنى؟ لا. ونحن نسبح. انظر كده. ونحن نسبح. نعم يكون نحن المعنى التام. هنا تام بالنسبة لهذا. إذا كان تاما أي نوع؟ تام أو حسن أو كافي؟ حسن، لأن المعنى يتعلق بما بعده. واللفظ كذلك. نعم. الوقف حسن. كيف نبتدئ؟ نبتدئ ونحن نسبح بحمده. أيوه. الآن اقرأ. أنا أريد وقف قبيح الذي يفسد المعنى. أيوه. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ماذا وقفت؟ ماذا؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. إذا حتى الآن أنت ما فهمت الفرق بين القبيح القبيح ممكن نقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. ما تستطيع تقف وقفا قبيحا. إننا غيره. وعلم آدم الأسماء. قبيح. لا. ونحن نجعل فيها ما يفسد فيها ما يفسد فيها ونحن ابحث. ما في. ده ما يستطيع يقف. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم. نتابع الذي وراء الاسم. محمد هادي. انتهى الوقت. محمد هادي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن نريد أن نطبق الوقفة الحسن والقبيح. وقف القبيح قالوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك وإذا قلنا هنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك يعني نقول الله أيضا لا يعلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أو نقول لا قالوا سبحانك لا علم ويريد أن يأخذ أنا أريد أن تأخذ وقفا قبيح. لا علم قالوا سبحانك لا علم. أيوة قالوا سبحانك لا علم. أما نقول لا علم لنا حسن صبي كافي لا حسن إذا قال سبحانك لا علم لنا حسن هذا اعتراف أن الله هو الذي هذا الوقت قالوا سبحانك نستعين بها ونتعبد الله ولا نقول أن كل واحد الشيخ بوكو هناك من الآن عندنا في الحي هنا الإمام ما يقرأ الفاتحة كذا أنت ستسبب المشاكل وهل تزعم أنك خلاص بلغت القمة في الإتقان لما يستمع لك غيرك من هو يعني أعلم منك يرى غبار في قراءته وأنت هذا يعني رأيت له غبار في قراءته كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم حاولوا أنتم حاولوا وأتيحوا الفرص للناس لكي يتعلموا كل ما يعني تعلموا لكن كونكم تجبرونهم لابد أن يكونوا متقنين اليوم أنت تغرس الشجرة اليوم وتقول لابد من الثمار اليوم فأنت تقتل نفسك وتقتل الناس جميعا فإن خاصة ما يتعلق بالعلوم أنتم ترون أن حتى عند كلنا صعوبات في بعض الحروف لما يقرأ لنفسه يحسب أن هذا
بلى. لكن لما يستمع له غيره زميله أو من هو دونه يرى أمور. فهذا كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ماذا؟ خاشعا متصدعا، وأنت المخلوق ضعيف، إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ضعيف جدا. لو أنزل القرآن على الجبال يتصدع من خشية الله. إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا. هذا القرآن لو لم ييسره الله لما قرأه أي واحد منا. فهمنا؟ لذلك أحيانا لما تقرأ تصيب هنا وتخطئ هنا، لكن أنت تحاول. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فهو له أجر، والذي حاول حتى كان من المهرة، لكن من يدعي أنه قد أصبح ماهرا بالقرآن. عبود، نحن معروفين بالتواضع وبالخلق السيء وبالرأفة للناس. نبقى على هذه الوتيرة ولا نترفع بأدائنا أو بأصواتنا أو بعلمنا بهذه الأمور أو بتلك الأمور. كل هذه يخل بالمروءة والإخلاص. لكن نحن نحاول، نعم، نزرع، نحاول كل واحد نستطيع نساعده في نطق بعض الحروف، في تعليمه سورة، لأن الله سينفع بهذه السورة ما لا ينفع بغيرها. فهمتم؟ طيب، لا تشددوا على الناس، عاملوا، لكن كوننا نجلس بدون تعليمهم هذا أيضا لا. هذه الأبيات أين تكون؟ الأبيات في أي كتاب؟ لا، أخذت من هنا ومن هنا، كنت من محفوظاتي. وفي كتاب تحفة المجيز والمجاز، واحد من طلاب مشايخ الحرم جباري العلم السليماني. في أيضا كتاب رفيع جدا في هذا المجال من طلاب الشيخ إبراهيم الأخضر حفظه الله، في هذا الكتاب تنبيهات في الأداء. طبعا زوجي الذي يأتي، تعرفون أنا في اختبار غدا الساعة الأخيرة، اختبار. الذي يطلع الأول سأعطيه نسخة في 3 أو 4 نسخ كذا. طلاب الشيخ سأعطيه النسخة هذه. اختبار. نعم. على ما كل ما النظريات، ولا تعتبرون الشفريات. فهمنا؟ الوقت الابتداء مذكرة ولا ما ذكرته، أسئلة بسيطة حتى نضع التقييد في الشهادات. نحن الآن في عالم الشهادات، ربما واحد يأتيكم ويسألكم تدرسون أخذت مهارة في فن التجويد وما تساعد. لذلك رأينا مفتيا بالشهادات. نعم. ومع ذلك كل شيء يتم غدا اختبار. ايوه، اختبار ما تاخذكم اكثر من 30 دقيقه او من 20. انا 10 دقائق تكفي. ايوه، سنواصل مع نهايه مثلا هذه من 12 الى الواحده. بسيط. فهمتم؟ راجع فهم حتى ما تسلمون الى مراجعه. وما قيل هنا ومن هناك وفهم نريد ان نعرف استوعبنا او هل استفدنا من الدروس الملقاه. استفدتم؟ نعم، استفدت. نسال الله القبول. حتى شيخ عمر لا يمنع